السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انصر فلسطين يا رب. ان شاء الله نهاية اسرائيل قربت. والله انا جيت هنا، بص مشيت منين؟ مشيت من وسط الباركين. طبعا انا كنت رايحة مكان، بس المفروض ان انا همشي هنا، بس والله جيت من هنا، مشيت من هنا ودخلت هنا مخصوص عشان اجي اصور لكم قدام ماكدونالدز، وعلشان اقول لكم يا جماعة ماكدونالدز بتدعم الجيش الإسرائيلي. ماكدونالدز عاملة وجبات. هعدي بس الشارع الأول لأن طبعا ما فيش لباس عشان نعدي وكده يعني. ماكدونالدز يا جماعة عاملة وجبات مجانية للجيش الإسرائيلي. عشان إيه؟ علشان تشجعوا. أنا عاملة بقى الفيديو ليه؟ علشان أقول لكم يا ريت، أقسم بالله يا جماعة دلوقتي أي فيديو، أي حاجة، أي وصفة، أي حاجة بتعملها الأجانب بتطلع بتجيب ملايين المشاهدات. ليه احنا لما بنعمل فيديو ما بيجيبش مشاهدات؟ بالله عليكم لو كل واحد عنده محتوى قناة نزل فيديو على قناته بمقاطعة ماكدونالدز، مقاطعة برجر كينج، بستاربكس، اللي الناس بتتباهى طبعا ان هي بتروح تاكل فيه وتعمل فيه، طبعا عشان مش عربي يعني، علشان اجنبي. ماكدونالدز يا جماعة بيقدم وجبات مجانية لإسرائيل. لو احنا قطعنا ماكدونالدز هيخسروا زي ما عملنا تقريبا 2020 كده، او مش فاكرة يعني. عملوا مقاطعة خسروا تقريبا مليار او ملايين، المهم علينا من اللي قبل كده يعني. خسروا كتير، اقسم بالله خسروا كتير. احنا بقينا شعب بنقلد اي حاجة، بقينا بنقول شوف اوروبا بتعمل ايه، بنقلد اي حاجة يعني. بنقلد لبس مقطع ملوش اي معنى، ملوش اي لازمة بنقلده، وصفات ملهاش اي لازمة بنقلدها، المشكلة تطلع ترند، فاهمين؟ طبعا انا واقفة هنا لان المكان هنا طبعا وحش جدا، خارج باريس. زي ما انتم شايفين طبعا هتلاقوا هنا مش هتلاقي يعني مكان كده تعدي، مكان تقف فيه. انا كله باركين مكان. طبعا هناك انا واقفه لكم هنا عشان اوريكم ماكدونالدز. لو قطعنا ماكدونالدز امريكا هتحس، هيحصل بالخسائر، هتعرف ان احنا مش قليلين، ان احنا مش سهلين، وان احنا كعرب كمسلمين مش بالسهل الضحك علينا، مش بتاع شعب ان احنا ايه ناكل همنا نفسنا زي ما احنا دلوقتي بالظبط يعني. فلسطين عمال بنقول، كل اللي يطلع الفيديو يعمل لك فيديو اغنيه فلسطين ويعمل. طب عملتوا ايه بها بعدين؟ عملتوا ايه بفيديو باغنيه فلسطين؟ يعني مثلا دم فلسطين عملتوا ايه بيها؟ قعدتوا بس غنيتوا وفرحتوا بالاغنيه وخلاص؟ طب ما تعملوا حاجه يعني. بقطع كل شويه طبعا علشان العربيات رايحه جايه. المهم اللي انا عايزه اقوله، اقسم بالله العظيم ما في حد، اقسم بالله لو اتحركنا وبقينا ايد واحده وقطعنا ماكدونالدز خسر، هيحس بالغلطه بتاعته، هيرجع يتذل، هيتذل. مش ماكدونالدز بس، شركات، كل الشركات الامريكيه، لان هي بتساعد طبعا، هي الدعم الاساسي لإسرائيل. واللي بيحصل ده مش سهل، وإن شاء الله إسرائيل نهايتها قربت. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم لا تشاركوا الفيديو. خلي أمريكا تعرف، خلي إسرائيل تعرف إن إحنا مش قليلين، إن إحنا مش سهلين، وإن إحنا مش بس همنا إن إحنا نلبس وناكل ونمسك الآيفون ونروح ماكدونالدز ونروح ستاربكس ونروح الأماكن اللي هي دي. بالله عليكم لا تشيروا الفيديو. اي حد عنده محتوى ينزل فيديو مقاطعة منتجات امريكا، مقاطعة ماكدونالدز. خلي والله في اماكن انا شفت صور على الفيسبوك منزلين اماكن، اقسم بالله ماكدونالدز مقفول، الناس بطلت تشتغل. بالله عليكم بالله عليكم اقسم بالله للمناظر اللي بنشوفها في الفلسطينيين اللي ماتوا، اقسم بالله ما تستاهل يعني. خلاص لما يتذل ويرجع ويقول انا اسف حتى هندخل تاني ماكدونالدز. خليهم طبعا، الناس دول حلاليف خنازير طبعا، مش همهم اي حاجه طبعا، لا همهم اللي يموت ولا اللي يعيش، عايشين كده وخلاص، بياكلوا وخلاص. اللي احنا عايزينه بلاش نقلد الترندات اللي هي التافهه دي ونسيب. احنا يا ريت يا ريت اقسم بالله في حاجه نقدر نعملها اصلا، غير ان احنا نقول لكم لازم حاجه بسيطه زي دي لو كله عملها امريكا هتحس ان احنا مش قليلين. ده اول حاجه، ده اهم حاجه واول حاجه تحس ان احنا مش قليلين، ان احنا مش سهلين، ان احنا مش قليلين، ان احنا نقدر باي حاجه بسيطه يعني. مقاطعه ان انت ندخل بس ماكدونالدز هيخسرهم مليارات، مجرد ان احنا نبطل ندخل اي حاجه خاصه بهم هيخسرهم مليارات. فياريت نحس شويه ونشوف اللي بيحصل في فلسطين ونبطل ده. لا على اساس ان انتوا ايه، على اساس يعني عشان تقووهم مثلا اعملوا لهم وجبات سريعه، خليها تنفعكم بقى، خليها تنفعكم.
وعلى فكرة عايزة اقول لكم بيكون زحمة جدا، بيكون برا وجوه. انا شايفة يعني في زي ما انتم شايفين طبعا هدوء كده. عم- الله اعلم، ممكن مش في كل مكان عارفين. ممكن ده ناس مش هممها حاجة، هممها الاكل وتشرب وتخرج وخلاص. اللي انا عايزاه مننا ان احنا، اقسم بالله ده احنا لو 100 مليون، خلي بلاش ال 100 مليون، لو 10 مليون، 10 مليون بس. شوفي من 100 مليون بنتكلم عن 10 مليون لو تحركوا وقطعوا، اقسم بالله هتفرق كتير. بس يلا ربنا ينصر فلسطين ان شاء الله. ويا ريت الفيديو ده يا جماعه، مش بقول لكم شيروا الفيديو عشان ما حدش يقول لي شير الفيديو، كل اللي تسمع الفيديو بلاش تشيري، كل اللي تسمع الفيديو عندها محتوى يا ريت تقول للناس تقاطع كل المنتجات الامريكيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وربنا ينصر ان شاء الله فلسطين، واسرائيل هي تقربت، اللهم امين يا رب.